مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة والتي نكشف فيها عن شبكة للمخابرات الأمريكية والغربية لإدارة عالم الشيوخ في مصر. الأيام اللي فاتت فيه كلام كتير جدا اتقال حوالين إن حزب النور بيروح السفارة الأمريكية. ده عرض عليكم كده؟ من السفيرة الأمريكية اتعرض علينا اللي احنا نشارك في الحكومة. يعني حتى هي السفيرة الأمريكية ما كانت مستغربة ازاي نقول لها خد مثلا وزارتين 3 4 وما تقبلش. هارفارد ما بتاخدش حد كده. الإذاعة الإسرائيلية صوت إسرائيل نقلت عن مكتب النائبة مالفني اللي كانت وزيرة خارجية، قالت إنها قعدت بالفعل مع نادر بكار. الاستخبارات الأمريكية مولت أكثر من 120 ندوة لدراسة الإسلام، لدراسة الصحوة الإسلامية. يعني كان تقريبا أكثر من معدل ندوة كل 3 أيام. هل يعني أنا امتنعت من هذه الشتيمة من أن أجي مع البيشوب منير ونجلس معاكم في أمريكا والعياذ بالله تعالى؟ انتوا كلكم بتقابلوا مسؤولين أمريكيين وأوروبيين ومن كل دول العالم، اشمعنى لما حزب النور جاي يقابلهم قلتوا إنه مخابرات أمريكية؟ أنا على فكرة بالمناسبة أنا كنت باحث أول في وزارة الأوقاف الكويتية. كان في مشروع تابع للأمم المتحدة، فأنا كنت باحث بين الوزارة وبين الأمم المتحدة. His name is Amr Khalid and his message that Islam can be modern. ستسمعون بعد هذه الليلة كلاما. السفير الأمريكي موجود ورحب وجاء هذا تحالف الصوفية مع الأمريكان، وتقرير راند سنة 2007 قد تحدث عن أن الولايات المتحدة ستدعم التوجهات الصوفية. Thank you especially Sheikh Ali Al-Jafri. Thank you to the Sufi leaders and scholars who are here tonight. Governments like the government of Egypt, the president of Egypt, the UAE, these governments are threatened by the Islamic State and the chaos that the jihadists are surrounding them. So there are factors in place that can make this change happen faster. الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع شخصية العام الثقافية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. سمعت في محاضرة ألقيتها في مجلس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أنك قلت أنك أسلمت على المذهب المالكي. نعم. إذا نحن نقول لهم اصبروا يقول أنت عميل، أنت عميل للحكومة. لكن هذا ديننا أمرنا أن لا نخرج على الحكام، لكن هم يخرجون في كل مكان على الحكام. لماذا؟ هذه مصيبة، هذه كارثة. يا رب موت كل أمريكاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونور صاحبي المسلم الأمريكي، طب ما تقول الامريكاني مثلا الكافر. طب والناس التانية اللي واقفين معانا في المظاهره، اللي كان النبي لو موجود عليه الصلاه والسلام هو معانا دايما، لكن موجود بجسمه كان حالفهم. Those people and organizations that are closest to us, and I think that's what we did in Eastern Europe. I think that is why, Ahmed, you are here. The 6th May movement may be an umbrella organization for people with varying worldviews, but at least those worldviews are closer to our worldview than that of the Muslim Brotherhood, that of the Salafis, that of the despots, or that of the religious establishment. حزب النور قرر يصوت لمين؟ طبعا قرر. ايه؟ المشير السيسي. وانت هتروح تدي صوتك للمشير السيسي؟ ان شاء الله. هذه الشخصيات تبدو وكأنها تعمل منفردة، لكن لما نتبعها نكتشف أنها منتظمة في تشكيل أو تنظيم سري. أول فرع له يتمثل بقيادة علي جمعة. دكتور علي جمعة اعتنى بيا فترة كبيرة قوي قوي قوي، فرقت جدا. اضرب في المليان، من قتلهم كان أولى بالله منهم. في مرحلة احتكيت بيها جامد جدا بالحبيب علي الجفري. شيخ علي الجفري أهلا بيك، سعيد بيك والله. بالدكتور عبد الحكيم وينتر في جامعة كامبريدج. كنت مسيحي. نعم. بالشيخ حمزة يوسف الأمريكي. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ حمزة يوسف. الإمارات اختارتني، أنا ما اخترت الإمارات، لكن أنا الآن يعني باختياري ولاء وحبا. بالدكتور الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي. لا شك بأن موقف رجال الدين ومنهم الدكتور البوطي كان أساسيا في إفشال هذا المخطط الذي يهدف لخلق فتنة طائفية، لذلك اغتال الدكتور البوطي. بالحبيب عمر بن حفيظ الشيخ الحبيب علي. نأخذ صورة من عجائب شرف الصلة بالله تبارك وتعالى. أخذت واديت كتير قوي 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 مع صديقي العزيز الدكتور أسامة، نقل لي عن الشيخ علي جمعة حاجات كتيرة جدا بتوصية من الشيخ علي جمعة.
لذلك كان من المنطقي أن يتم اختيار الدكتور أسامة الأزهري ضمن الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي كمستشار ديني لرئاسة الجمهورية. ثم نجد هؤلاء ينسقون مع علماء النصيرية بتوع بشار الأسد في سوريا. أقدم إليكم حبيبنا الحبيب علي زين العابدين الجفري. ما شاء الله. ورأيت علماء ممن يتهمون بأنهم علماء السلطان كشيخنا الشهيد السعيد البوطي رحمة الله عليه يسمع الحكام في هذه الجلسات أكثر من حاكم حضرت بنفسي كلاما مؤدبا نعم لكنه قويا صميم مؤلم بمحبة. نفس كلام دكتور البوطي الله يرحمه. وانا فاكر مره خدت الشيخ اسامه كده من ايده ورحنا للدكتور البوطي اتكلمنا في العلم، كان كل موضوعه في الاخر انتوا جيتوا وماشيين في نفس اليوم. واول ما شاف الشيخ اسامه قال له انت عشقان العلم، انت شكلك هتجدد مجد الازهر، ربنا يحفظه. ولما نعمق البحث نكتشف ان علي جمعه على اتصال بعميل المخابرات الامريكيه فتح الله جولان. ايه علاقه فتح الله جولان بالشيخ علي جمعه؟ اتصلت الى علي جمعه قلت اين العلماء؟ اين الازهريين؟ اين انت؟ اين شيخ الازهر؟ ماذا تفعلون؟ بعد 15 دقيقه الرجل الثاني من هذه الحركه جولان اسمه مصطفى أزجان قال وصل إلي خبر أنك ستلتقي مع علي جمعة. فقلت من أين تعرف؟ قال علي جمعة اتصل إلي وأخبرني بأنك ستذهب إلى أردن ونلتقي هنا. قال لي يا أستاذ أنت والرئاسة الشؤون دينية وحكومة تركيا على طريق خطير، لأن السيسي هو رجل مؤمن نحن نعرفه والشيخ يعرفه ولنا صلة قوية معه. فتح الله جولان له كتب كثيرة منها الرسالة الخيرية، له كتب كثيرة جدا. ثم نكتشف أن فتح الله جولان عميل للمخابرات الأمريكية. ما توصلت إليه حتى الآن أن فتح الله جولان قد تلقى دعوة للتوجه إلى هناك، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما حصل على الإقامة الدائمة كفلته شخصيتان مهمتان من CIA، إحداهما جراهام فولر الذي اعتبره شخصا ذا فائدة لأمريكا. اتصلنا بجراهام فولر للقائه فرحب بنا في البداية، ثم ما لبث أن توقف عن الرد علينا. And in a similar vein, the Gulen movement, which many of you have heard of undoubtedly, and indeed many of the lectures that I've been giving here have been part of the cooperation with the various Gulen affiliated organizations. فيعني الأستاذ فتح الله الرجل لا يستأنس إلا بالإسلام وعلومه. ثم بعد ذلك عرجت على مفهوم الإصلاح الذي يتعلق بفتح الله جولان، الأستاذ فتح الله جولان بما يقدمه من مفاهيم غاية في الأهمية فيما يتعلق بعملية الإصلاح، ومن ثم أنا تعرفت على كتاباته عن كثب وقرأت معظمها. أما خارجيا فقد أطلق جولان حملة التسامح والحوار بين الأديان، فتواصل مع بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني برسالة وقعها بعبارة العبد الفقير إلى ربه، كتب له فيها نحن في خدمتكم. أيضا نجد مشايخ الجيش الأردني يتم استدعائهم إلى قسم القساوسة في الجيش الأمريكي. How do you battle religious extremism? That's the question discussed at a symposium hosted from August 16th through the 20th by U.S. Army Central's Chaplain's Office, with special guests from the Jordanian military. For the Jordanian guests, led by Major General Yahya Bashir al-Batoush, who is better known by his religious title of Grand Mufti. ولو لاحظت ستجدهم يقولون إنهم يقومون بفعل هذا مع كل الجيوش العربية. المشايخ في الجيوش العربية اللي تابعة للشؤون المعنوية في الجيش المصري تلاحظ أنهم يتحدثون عن هذا نموذج معمم في كل الجيوش العربية. With U.S. ARCENT organizing this and many other religious symposiums with allied militaries, the end goal is to win the battle of words against religious extremists. And while the military battle against Daesh will continue,
it will be religious leaders like the Grand Mufti and Second Lieutenant Akram Mustafa Freihat, the first Jordanian graduate from the U.S. Army's Chaplain Basic Officer Leader Course, who will lead the war of words now and in the future. As we've discovered so many times, as foreign officers have the ability to rub shoulders right here in the United States in our own military education system, it benefits us, and ideally they take something away from it too, and those young leaders grow up to be senior leaders in their respective military, and that relationship is so absolutely key. And like the relationship between militaries, the relationships imams build with their flocks will be key, because their words will be a weapon in the fight against Daesh. ولما نعمق البحث أيضا نجد أن هذه الشبكة متصلة بشخصية إنجليزية بريطانية اسمه وينتر. واحد من المسلمين البريطانيين الكويسين اسمه عبد الحكيم وينتر. دكتور عبد الحكيم وينتر في كامبريدج جمع الأغاني الوطنية الإنجليزية التي كتبها المسلمون. نحن نلتمس من إخواننا الوافدين من الخارج أن لا يتدخلوا في قضية الدعوة عندنا، لأنهم العائق الأكبر أمام انتشار الإسلام في بريطانيا. عبد الحكيم وينتر الذي يتحدثون عنه هذا يأخذ التلاميذ الذين يعني يرشحهم له علي جمعة ليدرسوا في كلية الإلهيات في لندن، يدرسوا في كلية متخصصة بالأساس للدين المسيحي. يعني ما هو قسم الإلهيات؟ هو نظير كلية أصول الدين في العالم العربي. نعم. يعني هم يدرسون جميع الأديان، لكن التركيز طبعا على الدين المسيحي، لأن الدين الأساسي في بريطانيا الموروث هو الدين المسيحي. مش داعية. أنت إيه؟ لا مش داعية، أنا عالم متخصص باحث في جامعة كامبريدج. ونحن نجد أيضا أن الكثير من المثقفين في العالم العربي يرتاحون أكثر إلى الفكر الإسلامي الغربي مما يرتاحون إلى الفكر التقليدي الشرقي. طبعا عبد الحكيم وينتر يقول إنه مسلم، والله أعلم إن كان مسلما أم يبطن المسيحية. وأنا مثلا عندي كل عام في جامعة كامبريدج مجموعة جديدة من الطلبة المسيحيين أو اليهود يريدون أن يكون لهم حسن ظن بالأديان الأخرى، فأعلمهم وأثقفهم، ثم يطلبون مني أن أرتب لهم زيارة إلى المسجد، وعند هذا أتوقف لأني لا أستطيع هذا، لأني أعرف أنهم إذا دخلوا المسجد سيأتي إليهم من لا يفهم احتياجاتهم النفسية والثقافية، ولعله يشتمهم أو يطلب النساء بملابس معينة حتى ولو لم تكن في أوقات العبادة، أو يحضرون خطبة من الخطب المتجننة الحامية التي كلها كلام عن السياسة والأزمات السياسية. ونجد أيضا المرتد إسلامي البحيري درس في بريطانيا. هل إلى مدى تخصصك في أمور الدين؟ أنا كاتب وباحث، وحصلت على الماجستير في الدراسات الإسلامية من ويلز، والدكتوراه في ويلز. جامعة ويلز. جامعة ويلز بتدي دراسات إسلامية؟ لا بتدي دراسات في التاريخ. فهي كان الموضوع عن الطرق يعني المناهج الجديدة في التعامل مع التراث. وسنكتشف أن كل هذه الشخصيات المنافقة تمر عبر اليهود. واليهود أو الإسرائيليين أو الصهيونية لا تبذل مجهودا في جانب الشرق الأوسط. إذن عليكم عبء، وهو أنكم توجهون الإعلام بتاعكم اللي انتوا تمتلكوه في العالم كله لتصحيح الصورة، الإيمج. مثارة على زيارة الحبيب علي الجفري للقدس. هذه الزيارة كانت مفاجأة بكل المقاييس، ولكن مولانا زيارة حضرتك للقدس أثارت ردود فعل غاضبة عند بعض الناس خصوصا هنا في مصر وفي جهات إعلامية كثيرة. حضرتك ممكن تشرح لنا ظروف هذه الزيارة؟ الأسبوع الماضي اتصل بي سمو الأمير هاشم بن الحسين وأخبرني أنه سيزور المسجد الأقصى ليصلي فيه، فلما عرض علي ذلك سألته السؤال التلقائي الذي اعتدنا عليه: هل سيختم على الجواز؟ فقال: أعود إليك بالخبر. ثم عاد إلي بالخبر أن الجوازات لن تختم ولن نقف في المنافذ. وكان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أيضا بيانه: لم أرى فيها في الطريق حتى دخلنا إلى الأرض المقدسة وإلى بيت المقدس
الإسرائيليين لم يختموا على جوازي، لم أطلب منهم شيئا لا في الدخول ولا في الخروج. الخائن عمرو خالد. وأراد داود أن يعيد بناء المسجد الأقصى، وحدد ربنا لسيدنا داود مكان المسجد الأقصى. المكان دون كان مكان بيت راجل يهودي، كان مكان بيت راجل يهودي، كان مكان بيت راجل يهودي. ونجد هذا الخائن كان يجلس كما قال في حديثه في صحيفة المصري اليوم، كان يجلس في أمريكا بجوار الصهيوني اليهودي هنري كيسنجر، والذي أشاد به ونقل لنا عمرو خالد كلمات الإطراء وكرموا عمرو خالد في أمريكا. فتح الله جولان نجده أيضا يدافع عن الإسرائيليين ويقول إنه من حقهم العيش والبقاء. بتزكية فتح الله جولان 17 أو 19 شخصا، هؤلاء الأشخاص هم مفاصل الدولة الأمريكية يعني عمليا، يعني سفراء سابقين وكلهم، وإذا ما نظرنا إلى أسماء الأشخاص كلهم في اليمين الأمريكي وبعضهم في اليمين الأمريكي المتطرف وأغلبهم مقربين من الحركة الصهيونية. ما الذي جعل هؤلاء، ما الذي دفع هؤلاء الذين لديهم تصريحات ضد الإسلام وضد المسلمين بشكل عام أن يزكوا شخصية مثل فتح الله جولان؟ هذا يكشف لنا مشاهدينا أن هناك منظومة، شبكة سرية تدير ما يقال في المساجد وما يقال على الشاشات، وأن هناك شخصيات بعينها المحدد لها الظهور على الشاشات، وهذه الشخصيات يجري التحكم فيها من قبل المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. It back to you, and anyone who returned it back to God could be considered a Jew in Arabic language. Okay. So there is nothing, no contradiction. The main point about the summit here is that the funding for this is not coming from you. It's coming from a specific group of people from the Intelligence Summit. The Intelligence Summit is a group of neoconservatives and private intelligence agencies that are benefiting from the war on terrorism. And opportunists like yourself and others at this event are bashing and cashing and making money from it. Thank you for being very You're welcome. I'm being truthful. وستجد انه حتى الذين ليس لهم ارتباط مباشر بالمخابرات الامريكيه على ارتباط بمخابرات اقليميه تقوم بالانفاق عليهم، وهذه المخابرات الاقليميه تابعه بدورها للمخابرات الامريكيه. وفاكر اصلا اول مكالمه امن دوله جات لي، مش فاكر لما برزت شويه وظهرت غالبا 2008 2007 بعد الطريق الصح العربي بقى، لما بتتكلم عربي بقى تعالى بقى، وجالي بقى وبدا يكلمني، هم مراقبينه وعارفين، وقال لي انت قعدت مع دول فتره كده شهرين كنتوا بتعملوا، قلت له مش عارف ان هم اخوان. يعني فاكر لا فاكر كل حاجه، دي كانت ايام خطيره يعني. لما رحت عند الضابط ان انت لما دخلت فكان وقت اذان اذن الاذان، لا ده دي بقى في يعني بفضل الله عز وجل كان اذان العشاء. انت بتذكرني والله، كان اذان العشاء وبفضل الله قمت لقيت سجاده قلت اصلي، فاذ بالاخ جزاه الله خيرا الضابط المسؤول قال ما احنا هنصلي معاك، وفعلا تقريبا وقف ورائي اثنان وصلينا جماعه في المكتب، وأطلت الصلاة، قرأت تقريبا بآيات طويلة من سورة ياسين، وحدثت حالة من الخشوع وحالة من البكاء، يعني سبحان الله. وفعلا أكد لي هذا الكلام، قال بأن الصورة اللي نقلت على أنها منشورات يعني ويا حبذا لو أنك لم اقتصرت على أن تعلم يعني اللي فاتت دي بس عشان يعني أنت صليت وصلى من وراك الضباط. نعم. وباكوا في الآخر. نعم. هذا كله يفسر لنا لماذا فشلت ثورات المسلمين في بلاد الربيع العربي، لأنه النخبة الدينية التي توجهها وتفتي لها وقت الانقلابات العسكرية كلها بتدار من أمريكا. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي، مع العديد من الشخصيات
فتابعوها.